فما مشروع قانون تم اقتراحه مؤخرا من قبل عدد من مجلس نواب الشعب. المشروع ينص على تقاسم الأدوار المنزلية بين الأزواج، خاصة فيما يتعلق بتربية الأبناء. أنت شنو رأيك وموقفك من المشروع هذا؟ بالنسبة للقانون هذا أنا معاه في حدود 80%، لأنه حسب تجربتي الخاصة وحسب تجربتي في المنزل، الأعباء المنزلية والأدوار المنزلية نقوم بها أنا وحدي بنسبة 99%. به الأطفال موكول لي تربيتهم أنا وحدي، الإشراف على دراستهم ومراقبتهم أنا وحدي. ما نحكي لكش على القضية في الدار وما أدرك ما الدار، كلها أنا وحدي. به معناها زوجي يخدم فقط ويجيب لي القضية فقط ويحطها في الكوجينة ويحطها في المطبخ ولا يدري على شيء. وحتى كي نقعدوا على الطاولة ونفطروا راهو ما يرجعش كرسيه في بلاصته، وحتى كان صادف وسمعني وإلا يشوفني وإلا هكا. وهذه هي مشكلتنا في الدار، ما يحطش كيس من غادي على الطاولة وما يجبدش دبوزة ما باردة ويحطها على الطاولة، ما الأولاد بروا لماماكم لا ما يسألش حتى على حد اقرأ ما قراش شنو أموره. حتى الأولاد كبروا، ولادي كبروا معناها جيتين مامي فوالا. حتى أولادي كبروا، اللي ولدي عرس وبنتي زادة باش تعرس ما يدريش عليهم الجملة. معناها نرجع للقانون. القانون هذا أنا معاه بنسبة 80%. تقول لي أنت علاش و20% علاش؟ به فما حاجات أخلاقية ما تجيش. كنشوفوا القانون تو مثلا على النفقة، إذا كان ما نفقش الزوج على زوجته القانون إعاقة، أي ولا لا؟ ما يجيش منه أخلاقيا أنه المرأة تشكي بزوجها ما غسلش الماعون ولا ما نشرش الصابون ولا ما نكنسش، ما تجيش أخلاقيا، ما تجيش الحقيقة. هذا حسب أخلاقي. أما البقية جسوي بور هذا القانون. كيفاش نسيق ونطيب الكوجين في رمضان برك، في رمضان برك نعاونها في رمضان خاطر عندي شهوات برشا. معناه أنت ضد القانون هذا؟ تيجي تو هذا حديث راجل يتعب برا ويجي يدخل يمشي يسيق وينظف ويغسل المعون، ما تجيش. مش أنا نعاون مرتي كيف في رمضان خاطر شهوتي برشا، فهمت؟ نجم نعاونها ميساج. أنا نحب البريك، نحب السلايف، نحب ما نعرف شنو، نحب الطاولة ونخليهم بعد لو ما ناكلهاش. أنا مع علاش مع ضد الراجل؟ معناتها لازم اوبليجي باش يعاون مرته في الصغار، في الدار، في كل شيء مع بعضهم، معناتها يبداو متفاهمين في كل شيء. اون بليس حاجه ضروريه معناتها اوبليجي، فهمت؟ يعني انت توا ترى انه الزوج يلزم يعاون مرته؟ اي اوبليجي، حاجه اوبليجي في كل شيء، لا خاصه وقت توا الدنيا صعبت لازم يعاونها في كل شيء ويهزوا الدين القفه كما يقولوا فيها مع بعضهم، معناتها في الباهي في الخايب مع بعضهم لازم اوبليجي. انا نقول هذه راهو نعتبره هو تقاسم الابناء من ولد الدنيا. يعني البو هو الكفيل بولده وهو اللي يربي ولده، والام كيف هي مدرسه، هي المدرسه الاولى. اليوم باش نتفلسفوا في قانون اخر، شنو ثم من قانون اخر؟ ما ثماش حتى قانون باش يضيفوه. النواب انا قاعد نشوف لهم ثم نواب قاعدين نشوفوا لهم كيفاش يخلقوا في فلسفه في القوانين باش يبرز ولا باش يبان السيد الفلاني ولا السيد الفلاني. راهو نقول لك القانون راهو من ولد الدنيا كلها قوانين، ولكن قوانين جريئه. باش نمشوا هو نحن قوانين شرعيه، قوانين يعني نبويه والهيه. قوانين كل قرآن هو شريعه مجتمع، ما ثماش حتى فيلسوف اخر باش يبدل قانون غير القانون هذا. نحن ما قلنا شيء، ربي ما قالش المرأة، قال حتى اطلقوهن بمعروف. سن قانون في عمل، سن قانون في حاجة تفيد البلاد. هذا ماهوش هي ميساج. نحن نحترم المرأة ونقدرها وإنسانة والكلنا يعني امرأة وراجل هما مكتملين لبعضهم. خلقنا ربي الدنيا كيكا خلقت، أنثى وذكر باش يخلق الكون هذا، باش يعمر الكون. يعاونها، يغسل معاها، يطيب معاها، يتروح ممكن هي خدامة تروح تلقى فطورها طيب، تروح تلقى أولادها ماكلين شاربين وراقدين. يعاونها إنها حتى البرا راهي تخدم،
راهي تشغل حتى هي الخدمه تاع البرا راهي اكثر من الداخل. هذه راني خدامه حتى انا راني خدامه وكبرت اولاد ربي يبارك ما شاء الله وخرجتهم من الجامعه ومتزوجين مراه وراجل. اي انت مالا تبارك القانون هذا؟ ماذا بك يتعدى القانون هذا؟ ماذا بيا يتعدى نورمال، يعني حاجه باهيه هذه كي يعود الراجل يعاون المراه في الدار حاجه باهيه. هو من وجهه نظر قانونيه هو تحفيز والا اضافه للمكتسبات تاع المراه اكثر منه معناتها وفقا للعادات والتقاليد نتاعنا اكثر منه للرجل، وكانه يحس الرجل وكانه بدا يدخل في اطار اهتمامات المراه في المنزل يعني في الدار اكثر من انه الرجل الشرقي ولا الرجل. هذه من وجهه نظر قانونيه. من وجهه نظر اتي من وجهه نظر اجتماعيه. من وجهه نظر قانونيه راه كل حاجه تنضاف في القانون لفائده المجتمع باعتباره راجل ولا امراه حاجه باهيه. لما لا انسان ما يتعاونش مع مرته في الدار؟ شنو ثم حاجات واحد يقدر يعملها بحكم الممارسه وفما حاجات ما ينجمش يعملها من الرجل معناها بحكم الممارسه. كانوا تجي تقول له تغسل الصابون تو ما عادش تغسل الصابون ونطرش الصابون شنو المشكل صار صابون شنو صار انا نوش الصابون عمر طلع بانو تاع صابون ونشروا للمدار حكم هي تخت تعاونك وهذا معك حمل الدنيا كله وانت ما تعاوناش في الدار شو معناتها عادي. نهار في وضعيه خاصه عشان مريضه المدام امراه معناتها بصفه عامه في الدار كذا معناتها علاش لا ما يطيبش عشاء سوديسون ولا فطور ولا كذا معناتها عادي. ما هوش حاجه تستدعى انه لا هذه من مهام المراه ولا هذه من مهام الرجل. هي اما انت ترى انه الامر يتطلب قانون يلزم يكون صارم؟ هو لا ما حاجات بين المراه والراجل في دارها ابريتو في دارها ما تطلب مساله ما تطلبش باش نلتجئوا للقانون. معناها انا كمان نطيب فطور تمشي تشكي بيه ما تجيش لا تستقيم. يعني القانون هذا تقول انت مبالغ فيه؟ مش كثير مبالغ فيه قد يكون لا طائله من وراه معناتها كي يحطوه كي ما يحطوش معناتها كي يتم سنه معناتها في مانيش عارف انا وين مش يصنفوه كي يتم سنه كيما اللي صادقوا عليه نتصور اجراء في مجلس النواب وكذا زايد معناتها. هو ديجا المراه والراجل متعاونين مثلا المجتمع التونسي عاده المراه والراجل متفاهمين ومتعاونين عادي معناها. هذا على الاقل اغلبيه معناتها افراد المجتمع التونسي ما يختلفوش اثنين في ان المراه تعاون رجلها والرجل يعاون المراه. تو مثلا بار اكزومبل البر في الارياف الاعمال الفلاحيه هاك المراه تقوم بها فماش مراه تجمع زيتون هي خارج الدار الحكايه. العمل هذا مش يكون خارج المنزل يعني بالضروره مش يكون فهمت من مهام الرجل ولا حراسه ولا جني ولا معناتها أرى معناتها لا طائل من وراه أنه يأخذ حيز زمني ومادي معناتها باش نحكيو فيه وكا. والله هذا شوف الحكاية هذه هي يعني شخصية جدا تخصص أو تقنن بقانون أعتقد أنها فضفاضة ياسر لأنه تقعد القوانين الضابطة لها شكون الرقيب فيها هذه على خاطر هذه تخص العائلة داخل المنزل يندرى هذه القانون باش ينص على رقابة ولا يحط الموضوع بيد الزوجة باش تشكي راجلي ماهوش باش يعاونني وشكون الضامن لهذه المصداقية. قانون فضفاض ياسر واعتقد انه هذا من باب اللعب. اعتقد انه في تونس الكثير من الامور اللي تستحق فعلا انه يسن لها قانون وقانون ضابط والأحسن من ذلك التنصيص على الثغرات الموجودة في القوانين الحالية الموجودة. كما نسمع ديما تفعيل القانون الفلاني وتفعيل القانون جملة ما عندها حتى معنى قانونيا لأنه عمليا القانون ما دام موجود ولم يصدر نص يوقف العمل به إذن هو موجود تفعيله على أي أساس. لذلك هذه قوانين أو شكرا للي يقترح هذه الأمور لكن هي أمور فضفاضة احنا في غنى عنها. تونسي يستحق بارشا اهتمام في الكثير من الأمور يا ريت لو كان يهتموا بها خير من هذا القانون.